بصوا، انا بقيت مقتنعه من جوايا ان العطاء بزياده بيعلم الناس البجاحه. والله عشان كده انا من هنا ورايح هتبنى منهج المعامله خد وهات وهم عشان مات. مش هدي الا لو خدت، ولما ادي لازم اخد. هو كده من هنا ورايح. امال فين طيب الحكمه اللي بتقول كلما وجدت نفسك حزينا ساعد شخصا لا تعرفه؟ تفتكروا المشكله اننا بنساعد ناس نعرفهم؟ يعني لو ساعدنا ناس ما نعرفهمش هنبقى مبسوطين؟ بس هل يعقل اني اساعد الاغراب وما ساعدش معارفي؟ لا لا لا، خلاص انا مش هساعد حد، لا هساعد معارف ولا هساعد اغراب. انا من هنا ورايح هتبنى منهج يا نحله لا تقرصيني ولا عايزه منك عسل. ليه؟ لان انا استنزفت وقتي وطاقتي واعصابي وضيعت مصلحتي علشان اساعد الناس، وفي النهايه لا بسمع كلمه شكر ولا تقدير ولا في علاقه انسانيه بتتبني، ومصلحتي بتضيع، وحتى ما بستفدش من اي حد. كل واحد بياخد مصلحته ويجري. اتصدمتوا مش كده؟ انا متاكده ان الحوار ده بيدور في عقل ناس كتير، مش في عقلي انا بس. وهو بيقول ان البروسيس بتاعه العطاء بتاعتنا فيها مشكله. العطاء بدل ما يتحول من مصدر للسعاده وللبهجه، بدل ما نحس بانه بيوسع شبكه علاقاتنا الاجتماعيه، بيقفلنا، بيطفينا، بيضيع مصلحتنا، وبيخلينا نخسر علاقاتنا. يبقى هنا في مشكله. وعلشان افهم المشكله فين، انا رجعت لكتاب اسمه الاخذ والعطاء لادم جرانت. وتقدروا تعتبروا الكتاب ده ان هو الموسوعه الشامله في العطاء، سلاح التلميذ في العطاء. يعني هو قفل العطاء خلاص. الكتاب بيبتدي ان هو يصنف لك الناس من حيث العطاء لثلاث فئات. الفئه الاولانيه سماهم الجيفرز، المعطائين، الناس اللي بيدوا في علاقاتهم اكتر ما بياخدوا وما بينتظروش شيء في المقابل. اما النوع التاني فهم التيكرز او محبي الاخذ، الناس اللي بياخدوا اكتر ما بيدوا، ومش بيدوا الا لو كانت المكاسب اللي هيحصلوا عليها اكبر بكتير من المجهود اللي هم هيبذلوه او العطاء اللي هم هيبذلوه للاشخاص. اما النوع الثالث فده مؤمن بمبدأ العدالة، متوازنين ما بين الاخذ والعطاء، بياخدوا وبيدوا. طيب لو افترضنا ان النجاح ده عبارة عن سلم، تفتكروا مين اللي هيكون في قاع سلم النجاح؟ يعني باختصار، مين في الثلاثة اللي هيكون نجاحه المهني على المحك أو هيكون معرض للفشل من الأنواع الثلاثة؟ أكيد كلنا في نفس واحد هنقول الناس المعطائين، وده حقيقي. الكتاب بيقول إن الناس المعطائين اللي بيدوا الآخرين على حساب مصلحتهم الشخصية بيكونوا مهددين بالفشل، ونجاحهم المهني بيكون على المحك. طيب تفتكروا مين بقى اللي هيكون على القمة؟ سمع ناس كتير بيقولوا محبي الأخذ، الناس الأنانيين اللي بياخدوا أكتر ما بيدوا. ويمكن ده متفق قوي مع الوعي الجمعي بتاعنا اللي دايما بيربط النجاح بالأنانية، وإننا بنشوف دايما الناس الناجحين أنانيين ما بيحبوش يساعدوا حد. بس المفاجأة إن الأنانيين ما بيوصلوش للقمة. بينجحوا، بس نجاحهم بيكون محدود لأسباب كتير قوي. أهمها إن طريقتهم عدوانية مع الآخرين، وإن هم عشان ينجحوا لازم يجيبوا اللي قدامهم لمسة أكتاف. الحاجة التانية إن الأنانيين ما بيعترفوش للي حواليهم بالفضل، بينسبوا دايما الفضل في النجاح لنفسهم، وده بعد شوية بيخلي الناس تقفل منهم وتحاربهم وتسعى لإفشالهم. ده الموضوع كمان بيوصل لتشويه السمعة على مواقع التواصل الاجتماعي. انتوا متخيلين؟ امال مين برضو اللي هيبقى على القمة؟ مفضلش بقى غير المتوازنين. المتوازنين برضو ممكن ينجحوا لكن ما بيوصلوش للقمة. الله، امال مين اللي بيوصل للقمة؟ المفاجأة ان اللي كانوا بيوصلوا للقمة هم المعطائين برضو. الله، يعني العطاء بيوصل للقمة وللقاع. عطاء عن عطاء يفرق. آدم جرانت بيقول ان الناس المعطائين اللي بيحطوا مصلحتهم الشخصية في الاعتبار الى جانب مصلحة الاخرين هم دول اللي بيوصلوا للقمة.
المعطائين اللي بيساعدوا الناس بس من غير ما يضروا مصلحتهم الشخصية، اللي بيوصلوا للقمة. يا ترى بيفكروا ازاي؟ هما بيساعدوا كل الناس بدون ما ينتظروا شيء في المقابل. عقلهم بيفكر انه طالما انا بساعد يبقى اكيد ربنا هيكافئني ويبعت لي حد تاني يساعدني، مش بالضرورة يكون نفس الشخص اللي انا ساعدته. المعطائين اللي بيساعدوا الناس بس من غير ما يضروا مصلحتهم الشخصية، اللي بيوصلوا للقمة، وخلينا نسميهم في الفيديو ده المعطائين بوعي. ايه اللي بيحميهم من الاستنزاف والاحتراق النفسي؟ انهم بس بياخدوا بالهم من مصلحتهم الشخصية وما يضروهاش؟ لا. اهم ميزة بتميز الاشخاص المعطائين بوعي هي قدرتهم على اكتشاف الشخص الاناني اللي بيقرروا من اللحظة الاولى انهم هيعلموا عليه ومش هيساعدوه. الله، طب مش الاناني ده برضه مش هو انسان؟ مش هما بيحبوا يساعدوا كل الناس؟ طب ما الاناني ده بني ادم برضه، ما يساعدوه. خلي بالك، مساعدة الانانيين دي ممكن تكلفك الكتير قوي. وانا هحكي لكم قصة الكتاب ذكرها عن مديرة في شركة استشارات مالية اسمها ليليان باور. المديرة دي كانت ست لطيفة جدا ومعطاءة، بتساعد كل الناس على حساب مصلحتها الشخصية. وفي يوم جت للشركة متدربة. ليليان والفريق بتاعها قعدوا يدربوها لمدة شهور وفهموها السيستم بيمشي ازاي والشغل وطريقته واسلوبه. وبعد ما الفترة خلصت والأستاذة اتعينت معاهم في الشركة، على طول طلبت نقلها لفرع تاني. حاجة تحرق الدم طبعا. قصة تانية برضو توضح لك ان مساعدة الأنانيين فخ مش فضيلة، وانها ممكن تدمرك. قصة واحد اسمه بيتر أوديت، وده برضو كان مدير في شركة استشارات مالية. زميله اسمه براد، وزميله ده قرر ان هو يسيب الشغل وكان معاه مجموعة من العملاء. فطلب من بيتر انه يشتري العملاء دول علشان يتابع معاهم، وهو بعد كده هيروح يشتغل في مكان تاني. وفعلا بيتر اشترى العملاء من الأخ براد ودفع له $10,000. يفاجأ بيتر بعد شوية إن العملاء دول ابتدوا يتسرسبوا واحد ورا التاني. بعدها عرف إن براد اتصل بكل العملاء دول وقال لهم أنا فتحت الأون بيزنس الخاص بيا وخليكم معايا، من غير ما يدفع له ولا سنت. اوعوا تستهونوا بمساعدة الأنانيين. الحاجة اللي ممكن تستنزفك وتستنزف طاقتك ذهنيا ونفسيا وبدنيا ومعنويا هي إنك تكون محاط بناس أنانيين تساعدهم. ده ممكن يدمرك. خلي بالك. عرفتوا بقى إن المعطائين بوعي عندهم حق إنهم يقرروا من اللحظة الأولى إنهم ما يساعدوش الإنسان الأناني؟ شفتوا الناس الأنانيين ممكن تعمل فينا إيه؟ طب السؤال بقى، إزاي نقدر نعرف الشخص الأناني علشان نحمي نفسنا منه؟ الكتاب بيوضح لك إن الناس عندهم خلط ما بين مظهر الأشخاص وسلوكهم. الناس دايما بيشوفوا ان الشخص اللي مظهره ان هو شخص لطيف كيوت بيتعامل بشكل حلو لسانه حلو ان هو بالضرورة هيكون شخص معطاء، وان الانسان الشديد العدواني اللي طريقته مش حلوة في التعامل هو شخص اناني. لكن في الحقيقة ان ده مش صح. كتير قوي من الاشخاص الانانيين بيكونوا لذاذ ولطاف وكيوت ولسانهم حلو لغاية ما ياخدوا اللي هم عايزينه، وبعدين يقلبوا لك على الوش التاني او يخلعوا الماسك. وكتير قوي من الناس المعطاءة الخدومة الجدعة بيكون شديد عدواني ملوش قوي في التعامل مع البني ادمين. فدي مش طريقة نقدر نقيم بيها الشخص الاناني. الطريقة الوحيدة اللي تقدر بيها انك تعرف الشخص الاناني هي انك تتكلم معاه وتفهم دوافعه، وهو ده اللي بيعمله المعطائين بوعي. بيتكلموا مع البني ادمين وبيفهموا دوافعهم ايه. لما بيلاقوا ان الشخص مركز قوي على مصلحته الشخصيه، مركز على نفسه، عايز ياخد بس من غير ما يساعد اللي حواليه، بيفهموا ان ده شخص اناني، فبيتعاملوا معاه بحذر. يا بيقرروا انهم مش هيساعدوه، يا هيتعاملوا معاه بمبدأ التوازن في الاخذ والعطاء، هيديله وهياخد منه، لكن مش هيبقى كريم معاه في العطاء، لانه عارف كويس قوي انه شخص مش عايز يساعد اللي حواليه.
الحاجة التانية اللي بتحمي محبي العطاء الواعيين اللي بيوصلوا للقمة من ان يحصل لهم استنزاف نفسي واحتراق مهني ووظيفي، هي انهم باختصار بيطلبوا المساعدة لما بيحتاجوها. وعلى فكرة ان انت تدي طول الوقت وتساعد طول الوقت من غير ما تطلب مساعدة من اللي حواليك ممكن تتفهم غلط انك بتتكبر انك تطلب منهم المساعدة. بالعكس، انت بتدي وبتاخد، لان في ناس كتير قوي بتحب ان يكون ليها دور. في ناس كتير قوي زي المتوازنين ما بين الاخذ والعطاء بيحبوا ان هم ياخدوا ويدوا. فانت علشان يكون في توازن في علاقاتك باللي حواليك، وعشان الناس كلها ما تحسش ان انت طول الوقت ليك اليد العليا وان انت طول الوقت بتدي، لازم تدي وتاخد. يعني معنى كده ان الاشخاص المعطائين بوعي بيوصلوا للقمة علشان بيحطوا مصلحتهم الشخصية أولوية، وعلشان بيستبعدوا الناس الأنانيين، وعلشان بيطلبوا المساعدة، هو ده اللي بيوصلهم للقمة؟ لا، اللي بيخليهم يوصلوا للقمة هو نيتهم. النية الدافع يا صديقي من وراء المساعدة. المعطائين بيساعدوا الناس مش عشان يتشافوا، ولا بينتظروا كلمة شكر وتقدير، ولا بيساعدوا الناس علشان يبحثوا عن القبول، ولا عشان يتحبوا، ولا عشان كل الحاجات دي. هم بيساعدوا الناس ببساطة لأن هم عايزين يساعدوهم، عندهم قلوب محبة، بيعرفوا يتعاطفوا مع اللي حواليهم، بيشوفوا مساهمات اللي حواليهم وإنجازاتهم، وبيشوفوا نجاحهم جزء من نجاح المجموعة. بينسبوا دايما الفضل في نجاحهم للعمل الجماعي، علشان كده بينجحوا، وعلشان كده الكل بيكون فرحان بنجاحهم. ونادرا ما بتلاقي ليهم عداوات، مش بيثيروا الأحقاد والضغائن. وجودهم دايما بيشع طاقة أمل وحب في المكان، وبيكونوا دايما ملهمين لكل اللي حواليهم. أكيد أنت قابلت في حياتك شخص من النوع ده. ياريت تكتبولي في الكومنتات الشخص ده عمل معاكم ايه، وياريت كمان تعملوا له منشن كنوع من انواع العرفان والرد الجميل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات تانية الاسبوع الجاي. تحياتي سوزان محمد سعيد، باي باي.